متسألنيش أنا ليه ماسكاه كده، لأن أنا حاسة إن هو بيبقى أحسن كده. ندخل في الموضوع. بقالي كتير أوي مصورتش فيديوهات طويلة وكده، فالفيديو ده عبارة عن my personal experience. فلو انتي بتفكري تقلعي الطرحة، اعتبري نفسك دلوقتي بتتفرجي على نفسك بعد ما قلعتيها وندمتي. تمام؟ الفيديو بس ده يعني انا هقول لكم على الحاجات اللي انا عرفتها تمام واقتنعت بيها، فمحدش بس يجي يقول ايه ده، طب ما انتي ما كنتش محجبه بتتكلمي ليه؟ طيب ماشي، فانا محجبه اهو محجبه. تمام. المهم بصي، خلينا بس متفقين في الاول كده انه انتي مش لوحدك. تمام. فلو انتي بتفكري تقلعي الطرحه، انا كمان كل ما ابص لنفسي في المرايه قبل ما البس الطرحه وبعد ما البس الطرحه اقول طيب بس اللي هو ايه، بنزق الدنيا. تمام. انا بطمن نفسي وبطمنك وبطمن صاحبتي وبطمن صاحبة صاحبتي ان احنا كلنا كبنات احنا اصلا في طبيعتنا بنحب الجمال. يعني احنا اصلا نحب نشوف نفسنا جمال، فان احنا نداري جمالنا ده بحد ذاتها تضحية. تمام. فمن حتة الشكل معروفة ان البنات بشعرها احلى. من ناحية الحجاب فرض، مش هدخل لكم في الدين تمام، لان انا مش دارسة دين، بس انا وانتي عارفين كويس جدا ان الحجاب فرض. فلو انتي عايزة تتأكدي من حتة الفرض اصلا، لا ارجعي بقى لبتوع الدين. انا هنا بخاطب الناس اللي اصلا هي عارفة ان هو فرض، بس برضو هي مصممة انها تقلعه. طيب ما هم اصلا الولاد بيعكسوا البنت محجبة او مش محجبة. هو انتي لابساه عشان خاطر تمنعي الاستاذ ان هو ما يعكسكيش، عشان خاطر تمنعي الاستاذ ان هو ما يقعش في ذنب؟ لا، انتي لابساه علشان خاطر نفسك، عشان خاطر ما تشاركوش بالذنب ده. فانت لو قلعت الطرحه وحد عاكس، فلا، هو انا شاركتك في الذنب. طب لو انا مش قلعت الطرحه وحد عاكس، لا معلش الذنب ده ليك انت لوحدك. ويا ريت تشيلوا من دماغكم حته ايه ده، ما هو في طيب بنات مش محجبه محترمه عن البنات المحجبه. حته الاحترام دي، هو مين اصلا اللي قال ان الطرحه دي هي احترام؟ لا، يعني الطرحه دي مش احترام، ده فرض احنا المفروض نعمله. تمام. حته النجاح، الصوره اللي المسلسلات رسمتها لنا ان كل البطلات المسلسلات اللي بتنجح او كرتون ديزني او اي حاجه، كل الناجحين دول مش محجبين. فاحنا اترسمت في دماغنا ان اللي مش محجبين بينجحوا اكتر. ممكن اقول لكم على حاجه، يا هتقنعوني يا اقنع. مبدئيا الجامعات والتعليم او اي كورس تاخديه او اي شركه تدخليها مش مكتوب عليها للمحجبين. فالنجاح بتاع الدنيا مش محصور ابدا بالحجاب او مش الحجاب. طب نجاح الاخره لا، محصور بالحجاب والمش حجاب. فالمحجبين فرصتهم للنجاح في الدنيا والاخره اكبر بكتير قوي، لان انت لما تنجحي في الدنيا عامه مجرد ما هتموتي، نجاحك ده كل اللي انت عملتيه ده يتنقل للورث. طب نجاح الاخره لا، كل واحد بيشيل شيلته. فكل حاجه انت بتعمليها لاخرتك انت بتعمليها لنفسك بس، انما اللي بتعمليه للدنيا انت مجرد ما هتموتي خلاص كده، انت هتاخدي مين معاكي وانت رايحه. وما تقنعنيش في الاخره البنت اللي ربنا قال لها اعملي حاجه وهي برغم الغريزه بتاعتها عملت اللي ربنا بيقوله. اصل احنا بص، احنا زي ما قلت لك احنا من طبعنا بنحب الجمال. انا بحب اشوف نفسي جميله، فلما الاقي نفسي ان انا حاجه بتخليني حلوه قوي، يعني انا كلنا عامه شكلنا بشعرنا تحفه، فان احنا نداري شعرنا وان احنا نداري حلاوتنا دي بالنسبه لنا تضحيه كبيره. فما تقنعنيش ان حد يضحي عشان خاطر ربنا هيتساوى بحد تاني. لا، مش في دماغه اصلا. لا، ده مش هيتساوى ده. طب هتقولي لي يا مريم ما هو في ميزان حسنات. طيب ماشي انا معاكي. طب انت تعرفي ان انت لما تقلعي الحجاب دي اول خطوه الشيطان بياخدها معاكي؟ طب وبعد ما تقلعي الحجاب الشيطان هيسكت؟ ابدا. الخطوه اللي بعدها نلبس زي الشيطان هيسكت بعد كده؟ لا، نلبس قط. هتقولي لا انا مستحيل ان انا اعمل كده. زي ما الشيطان دخل في دماغك حته انك تقلعي الطرحه، هيدخل في دماغك كل الحاجات التانية دي. لا يا مريم انا هعمله ستوب، مش هسمح بكده. طب ما تسمحيش من دلوقتي. لو انت قادره تعمليه ستوب اعمليه ستوب من دلوقتي، من قبل ما تمشي في اي خطوه هو يقولك عليها اصلا. طب بصي انا شكلي وحش جدا بالطرحه ومش مش حابه شكلي فيها. انا لو وريتكم شكلي قبل ما اقلع الطرحه يا لهوي. صاحبتي قالت لي الطرحه بتاعتك شكلها حلو دلوقتي، يمكن انت بس كان ناقصك ان انت تحبي نفسك بالطرحه او انت تقتنعي بيها. فعلا اقنعتني. يعني هو فعلا انتوا ناقصكم ان انتوا تقتنعوا بالحاجه اللي انتوا بتعملوها، هتلاقوا نفسكم بتفننوا فيها. زي ما تعملي ستايلنج لشعرك تعملي ستايلنج للطرحه بتاعتك. انا يا لهوي انا متلقش عليا خالص الشيفون. انا بقى كنت حاصره نفسي وحاشره نفسي كده في الشيفون. فلا، لما جربت القطن او جربت اللي هو الموديل او اي حاجه اي نوع تاني يعني لا عليا جدا. فانت جربي، ارجعي بيتك بقى اعملي ستايلنج زي ما انت ما عايزه. كل بنت انت شفتيها
في الشارع ولقيتي مثلا عامله تسريحه حلوه جدا، ارجعي البيت اعملي نفس اللي هي عملته ده، وقفي قدام المرايه كده وبصي قولي لنفسك انا زيها، بس انا اخترت ان انا داري الكلام ده كله عشان خاطر ربنا، وطبعا ادعي ان ربنا يهديها. فاي حاجه تشوفيها يعني، حتى لو لقيتي بنت مثلا لابسه ايا يكن اللبس بتاعها مثلا قط او اي حاجه ايا يكن، انت تدخلي اوضتك اعملي كل اللي انت عايزاه. البنت دي نفس اللي عندها عندي، بس انا مختاره ان انا اخبيه ليه؟ عشان خاطر ربنا، فهمتي؟ ونصيحه، لو انت مش محجبه بلاش تحللي الحرام، يعني الحرام حرام حتى لو احنا بنعمله، هيجي وقت وهنتوب. انا يمكن الحاجه اللي خلتني ارجع تاني ان انا كنت عارفه ان ده حرام، انا ما حللتهوش، لا انا عارفه ان ده حرام، ما كملتش. انا بصراحه الحمد لله بحمد ربنا ان انا فعلا ربنا لحقني كده وما كملتش ورجعت تاني الحجاب، بل رجعت احسن ومقتنعه بيه. يعني انا كنت مقتنعه، بس كنت اللي هو ايه، لا مش عارفه اجيبها لكم ازاي، بس لا كان الشيطان فعلا غالبني. بس خلاص بصي اقول لك على حاجه، لما الشيطان في اي حاجه على فكره، حتى لو في الصلاه او في اي حاجه، لما الشيطان او اي تفكير في دماغك يجي يقولك اعملي حاجه مش كويسه، فكري فيها كده، هي الحاجه دي تزعل ربنا؟ طيب هو انت مش بتحبي ربنا عشان تزعليه؟ لا بحبه. يبقى بس التفكير ده مش بتاعي، التفكير ده بتاع حد مش بيحب ربنا، التفكير ده بتاع الشيطان. خلاص هنسمع كلام مش مستحيل فخلاص بقى نبعد عنه، هنفضل نقول له بس ونسكت نفسنا باي حاجه ونعمل اللي ربنا قال عليه، لان احنا بنحبه. واي حد انت بتحبيه وبيساعدك في كل حاجه وبينقذك في كل حاجه، صدقيني لو بني ادم يعني اي حاجه يقولك عليها هتقوله ده من العين دي قبل العين دي. فما بالك ربنا اللي انت لو فضلتي، يعني لو ربنا بس غفل عنك ثانيه كده خلاص انت رحتي فيها، وطلب منك انك تصلي او انك تلبسي الطرحه او انك تعملي تصدقي او اي حاجه او انك تصومي، هتقولي له ايه؟ ده من العين دي قبل العين دي، ده انت تأمرني. فاي تفكير يجيلك بصي طلعيه كده اكن حد تاني بيكلمك. الحد التاني ده هل الحاجه دي هتزعل ربنا؟ هتزعله، بس يبقى انت الشيطان، مش هسمع لك. طيب الحاجه دي مش هتزعل ربنا، بس انت ايه كده؟ يبقى انت انا لان انا بحب ربنا فانا هعملها. وبس كده، ده كان نهايه الفيديو بتاعنا. Kendine iyi bak. Görüşürüz.